بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبع بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. بسم الله. اللهم صل على محمد. حديث أنس في قوله: تسحروا فإن في السحور بركة، هذا أمر استحباب وتأكيد. فإن في السحور بركة، هذه بركة متنوعة. بركة الوقت، حيث أن وقت آخر الليل ترجى فيه إجابة الدعاء، وبركة على الإنسان في يعينه على الصبر عن الطعام والشراب النهار كله، وبركة في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسي به، وإنه صلى الله عليه وسلم يتسحر، فالتأسي به مطلوب ويدل على فضل السحور ولو قليل، فإن الله وملائكته يصلون على المسحرين. نعم، أحسن الله عملك. الآن حديث أنس بن مالك حينما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. كم المقدار 50 آية الآن يعني بين الأذان والسحور؟ مقدار كم يعني بالوقت؟ الله أعلم، 10 دقائق ويقاربها. يعني أنه ينتهي من السحور ويمكث 10 دقائق ثم يؤذن. نعم. أحسن الله عملك، جزاكم الله خير وأحسن إليكم.